تعالى اما اقولك على حته دين اكله تحفه تحفه. بصي بقى، التتبيله عباره عن ايه؟ بصل وثوم وطماطم وفلفل، بس كده، بصل وثوم وطماطم وفلفل. طب والبهارات عباره عن ايه؟ ملح وفلفل وكزبره وبابريكا، معلقه كده حلوه من كل حاجه، وشوية صويا صوص، واضربي كله في الخلاط، وكام ليمون عليهم كده، بتاع 3 4 ليمونات وعصوريهم. وهاتي الفراخ بتاعك بقى، جوز فراخ حلوين كده، وتبلي بقى كويس من جوه ومن بره وتحت الجلد وجوه الجلد وكله، ما تخليش حته لما تدخلي فيها التتبيله دي. وهاتي الخنجر بتاعك وفي صدرهم بقى ادي ادي، طلعي بقى الغل بقى اللي في قلبك كله واقعدي بالخنجر اطعنيهم في قلبهم وسيبيهم بتاع ساعتين في التتبيله دي. بس كده، هاتي الصينيه بقى بتاعتك وتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 220، وهاتي الاقماع الحلوه بتاعتك دي. ما عندكيش اقماع حطي في ازازه، ما عندكيش ازازه حطي في كوبايه، حطي في اي حاجه، المهم توقفي لي الفرخه بالمنظر ده زي ما انت شايفه كده. بس، ودخليها الفرن، هتقعد بتاع ساعة وربع، ساعة ونص، وهتخرج ايه، مش قادرة اقولك، ورد ورد، ولا شواية ولا حاجة خالص. الفرن درجة حرارة عالية اللي بتعملي عليها الصواني كلها 200 220 كده. وما تنسيش تحطي في الصينية كوباية مية. بس، شايفة الجمال بقى؟ بصي الحلاوة طالعة ورد ورد. بصي انا هحاول ان انا اقطع حته، هي سخنه جدا لانها طالعه من الفرن طبعا، زي اللوز، غريبه واستوت وبقت في منتهى الجمال. بس نيميها على ظهرها بقى وريحيها كده شويه من الوقفه اللي وقفتها دي كلها يا اختي وشيلي الاقماع. يلا ودخليها الفرن كمان 10 دقايق، خلي الوراك بتاعتها تحمر برضو، لان الوراكك منها بتبقى تحت، فبتبقى ايه، مش محمره زي الجزء اللي فوق. تمام كده؟ قوليلي تمام كده. بس هتدخليها في الفرن كمان 10 دقايق بس خلاص، واطفي فيها الفحماية بقى وغطيها، وهتبقى مشوية، وريحتها وطعمها جنان جنان، مش قادرة اقولك على جمالها. يلا بقى نعمل ايه طيب جنبها؟ تعالي نعمل بقى شوية رز مبهرين كده، بصلاية حلوة كده كبيرة، وشوية زيت على معلقة سمن، ويلا شوحيهم، وهتنزلي بالبهارات بتاعة الرز المبهر. طب عبارة عن ايه البهارات دي؟ 2 ليمون ناشف، معلقة كركم، معلقة كاري، مكعبين مرق، و2 ليمون، والقرفة اللي بقولك عليها. بس، وقلبيها تشم الريحة بقى، وروحي نازلة بجزرتين حلوين مبشورين، قلب 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 كده لحد ما يتبلوا. روحي نازلة بالرز بتاعك يكون مغسول، انا ما بنقعش الرز البسمتي، ده رز بسمتي ما بنقعوش خالص، بغسله بس. وانزلي قلبي كده كام تقليبه، وروحي نازله ظبطي الملح بقى بتاعك، وانزلي بالميه المغليه، انزلي عليه بميه من الكتل. وانت عارفه كوبايه الرز البسمتي بتاخد 2 كوباية ميه. ايوه اسمعي الكلام، مش كوبايه كوبايه، لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. يطلع جميل كده ومفلفل وحلو وطعمه كده في بصي الفلفله، بصي 10 دقايق ويبقى بالجمال اللي انت شايفاه، واخد لون حلو كده في منتهى الجمال. هاتي السيرفيس بقى، يلا انزلي بالرز بقى وحطي الفراخ. وكانت غدوة ايه، اوعى وشك، العيال فرحوا فرحة بيها. ونقول الدعاء بقى بتاعنا الجميل بتاع سيدنا الخضر: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمه فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم دمها علينا نعمه يا رب، اللهم دمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخره، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذيه، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واحفظنا واحفظ ولادنا، واسترهم واكرمهم واجبرهم، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر المستخبي، وكفيهم شر الوحش كله، واجعل لهم في كل خطوة سلامة، واكتب لهم في الطيب نصيب. آمين 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 يا رب العالمين. ادعوا دايما لولادكم، ادعوا لولادكم. بصوا الصوص ده مش هنسيبه، فوتك بعافية.